هو انت بذاكر ليه؟ بذاكر ليه؟ بذاكر عشان ما اسقطش. دي نيه بالله عليك، دي نيه. يعني النيه دي هي دي الموتيفيشن بتاعك، النيه دي هي البنزين 92 اللي بتعبيه جوه نفسيتك وبتفضل شغال بيه. النيه دي يعني ليه؟ يعني انت بتتعب ليه؟ يعني انا دلوقتي لو قلت لك انت نيتك ايه وانت قاعده في المحاضره دي؟ ليه؟ على قد النيه على قد الروح المعنويه. عارفين الروح المعنويه؟ الترجمه الطبيه للروح المعنويه دي يعني شويه دوبامين على شويه سيروتونين على شويه ادرينالين، هرمونات النشاط بتاعه الكورتيزون على هرمونات السعاده على هرمونات بتاعه الدوبامين على هرمونات التركيز والحيويه بتاعه الادرينالين. تلاقي نفسك عندك روح معنويه جباره. النيه تخلي كل هرمونات التركيز والسعاده والنشاط اعلى ما تكون جواك، تبقى مكنه الماني. عايزين نعرف احنا بنعمل كده ليه؟ عايزين نعرف النيه دي ايه. اول حاجه انت بتبر نفسك ليه؟ مش صعبان عليك نفسك من نظرات الاشفاق يوم النتيجه، من ناس حواليك وقاعده تبص لك كده ما تزعلش والسنه الجايه ان شاء الله تبقى احسن. ليه تقبل انك انت تبقى في المنظر ده؟ ليه تبقى نسخه مكرره من كتاب منسوخ منه على وجه الارض 6 مليار نسخه، واحد زيك زي غيرك عادي، لا ليك بصمه ولا ليك تاثير ولا ليك تغيير. ليه؟ بر نفسك، خليك اضافه حقيقيه في الحياه، خلي ليك بصمه قفينا على اثارهم. اثرين الانبياء سابوا اثار في الارض محفوره من الاف السنين لحد دلوقتي. تبر والديك، على فكره المذاكره من اعظم الحاجات اللي فيها بر والدين، وبر الوالدين ده باب في الجنه. تبر الاسلام انك تبقى مسلم ناجح، ما نقعدش ندي بقى نماذج مشوهه للاسلام، ما نقعدش. الاسلام هو النجاح والنجاح هو الاسلام يا جماعه، والايمان بالله بيخليك انسان خلاق ومنتج. النيه من اسهل الطرق للجنه طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه قولوا معايا سهل الله له به طريقا الى الجنه. هتبقى حياتك سهله، العلم هيخلي دنيتك سهله ونجاحك سهل واخرتك سهله. هتسال يوم القيامه عن شبابك فيما ابليته. انت دلوقتي انت مقضيه زهره عمرك في المذاكره، فاوعى تكوني بتذاكري وانت مش عارفه انت بتذاكري ليه.